فيديو اليوم طريقة عمل المقلوبة على الطريقة السورية. طبعا طبخة جدا رائعة وراقية ولذيذة جدا. سووها بنفس الوصفة ونفس المكونات، راح تعجبكم. ولا تنسون ضغط زر الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات حتى يوصلكم كل جديد من قناتي. تابعونا لنهاية الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم اختكم ومهيتنا من قناة مطبخ الحبايب. شلونكم اعزائي المتابعين خواتي العزيزات؟ وفيديو اليوم طريقة عمل المقلوبة بطريقة جدا سهلة بالطريقة السورية، طبعا طريقة جدا سريعة وسهلة وحلوة. وطريقة عمل المقلوبة بالخضار وافخاذ الدجاج. عندي طبعا الخضار هنا انا مقليتها كلها. الخضار هي الباذنجان والفلفل وعندي البصل كله هنا مقليته وجاهز. عندي البوتيتا هنا مسلوقه، ما حبيت اقليها لان عندي بوتيتا مسلوقه، قلت استغلها ويا المقلوبه. عندي طماطه هنا مشرحتها شرائح. الدجاج، افخاذ الدجاج انا هنا سالقتهن السلق الطبيعي، السلق اللي كل مره نسلق بيها مي أو ورق الغار. السلق الطبيعي سلقتهن ونشفتهن من الماء وقليتهن بهالشكل. طبعا شكلها رائع وريحتهن كلش حلوه. وراح اطبق الوصفه. وعندي الرز هنا، الرز اني هنا رز بسمتي منقعته ساعه تقريبا وصفيته من الماء. راح اطبقه على الخضار والبهارات اللي راح استعمل بها. عندي هنا الكاري والملح والفلفل الأحمر أو البابريكا الحلوة. نبدأ بطريقة العمل. نهاية القدر أنا عندي هنا الزيت اللي دا يطلع من الباذنجان، راح أصفيه بنهاية القدر بهالشكل، لأن أنا عندي البوتيتا مسلوقة مو مقلية حتى تاخذ الدهن بهالشكل. بسم الله. نزل البوتيتا أول طبقة. البوتيتا مسلوقة، قلت ما أقليها شوية لأن الباذنجان كارثة بالزيت اللي امتصه. بعد ما رتبنا البطاطا أو البوتيتا بهالشكل أول طبقة، راح نضيف البصل، هذا الفلفل هم نطبقه، نسوي طبقة وطبقة. طبقة باذنجان، بهالشكل ضفنا أول طبقة. راح أضيف هسه دجاج، راح أضيف عندي البهارات، الكاري، عندي الفلفل الأحمر، البابريكا الحلوة، هذا الملح. راح أضيف طبقة تمن أو رز من هذا التمن اللي منقع مو مطبوخ، تمن منقع فقط. وراح ارجع ارتب الباذنجان نفس الشيء الترتيب، والفلفل يعني تطبيق حسب ما انتم تحبون. وهم راح اضيف طبقة تمن بهالشكل.
رتبناها بهالشكل طبقات سويناها. هاي طماطة عندي ما مقلية، لا تحتاج نقليها. بين كل طبقة وطبقة أضيف كاري وفلفل أحمر. آخر شي راح أنزل الباذنجان وكل الخضار اللي بقت عندي بهالشكل. بعد ما رتبنا الخضار بهالشكل راح ننزل الصلصة الموجودة. بعد ما رتبنا الخضار شوية نحركها بهالشكل حتى كلها تاخذ مكان عدل. ما شاء الله بركة صارت، هي الخضار حلوة تصير بركة. والدجاج ما اخذته كله لان اريد ازين بيه. اخر شي راح اضيف الكاري والفلفل الاحمر، بس استعملنا بس الكاري والفلفل الاحمر او البابريكا الحلوة. احنا نريد الصلصة تكون من الباذنجان، اللون مال الباذنجان ينزل على التمن راح يعطي نكهة كلش طيبة. واخر شي راح اضيف التمن الباقي عندي كله. واخر شي خلينا التمن رتبناه راح اضيف الكاري. رشينا الكاري راح اضيف الملح. بسم الله. وراح اضيف هسه السوب مال الدجاج. عندي السوب مال الدجاج اني حار مو بارد، انا بدي بسرعه يغلي ويانا، والطباخ اني شاعلته. اخر شي بسم الله. شوف لحد ما يتغطى ويانا. كلش كافي بهالشكل. ما اريد اني اضيف مي هواي حتى ما يعجن التمن وياي. بسم الله. بس راح اضيف له كوب واحد، راح اضيف له الكوب الاخير بهالشكل. هاي تغطى التمن ويانا. بهالشكل بعد ما تغطى التمن ويانا خليناه حد بحد. راح نغطي القدر واني على نار عاليه خالته. نرجع وياكم اخر شي بعد ما يتهدر التمن. راح نشوف الطبخه بعد ما تهدرت ويانا، بعد ما تركتها تنشف من المي وقللت الطباخ عليه، تركتها تتهدر على راحتها. خلينا نشوفها بهالشكل. ما شاء الله ما شاء الله روعه. ما شاء الله الريحه فد شي بهالشكل صارت. ما حركتها ولا لعبت بالتمن ولا خلطت للتمن، تركتها على ترتيبه وتهدر الحاله. راح نشوفها بصحن التقديم ونرجع. بهالشكل قلبناها. بسم الله. شوي نحركها من الجانبين. بسم الله بسم الله بسم الله. ما شاء الله روعة. عندنا البوتيتا اخر شي، واحنا نريدها هيجي تلزق على مود ما تاثر على الباذنجان. وهذا شكل طبقنا النهائي بعد التزيين. طبعا طعم جدا رائع، انصحكم كلكم تجربوه بنفس الطريقه لان الخضار كلها ذبت النكهه على التمن وصارت لون التمن فد شي رائع. نشوف. بسم الله. ناخذ شويه نجرب. هذا شكله. طبعا التمن على قولة اخواننا المصريين مفلفل تفلفل يخبل، والطعم روعة روعة. وهذا لون التمن كلش حلو صار. انصحكم بتجربته.
طبعا عندي ضيوف اليوم وانا طبخت هاي الطبخه تنفع للضيوف، يعني بركه، وشفتوا الخضار بركه ما شاء الله تصير بالطبخ، وطبخه حلوه وسهله. ان شاء الله فيديو اليوم نال اعجابكم، لا تنسوني من الدعم والمشاركه وتعليقاتكم الحلوه، واللي ما مشارك خليه يضغط زر الاشتراك ويفعل الجرس ويشير مع الاهل والاصدقاء، كل من يشوف قناتي يدعمها وينشرها، وممنونه من عندكم، سهمكم العافيه، تستحق التجربه.